في صحابي جالس يتقلب في الليل، يتقلب في الليل، ما جاله النوم، في أمر مزعجه، في أمر أهم قلبه، فانتظر حتى جاء الصباح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تذكرت يوم أن نكون في الجنة وتكون أنت في الجنة، فتكون أنت في منزلة عالية فلا نراك ولا نلقاك. هذا الشيء اللي أحزنه، هذا الشيء اللي ضايقه، هذا الشيء اللي خلاه يصاب بهم، مهموم متضايق. السبب ضيقته، السبب همه، فقد حبيبته لها 2 3 أيام ما اتصلت به، فقد شهوة، خسر فريقه. لا والله، بس اتذكر انه في الجنة، بس ممكن ما يشوف الرسول، ممكن ما يقابل الرسول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: الله ما فرحنا بحديث مثل فرحنا بهذا الحديث، لأن الرسول كان أحب شيء إلى قلوبنا، وأبو بكر أحب شيء إلى قلوبنا، وعمر أحب شيء إلى قلوبنا، فنحن نحبهم. وهذا الحديث بشارة من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرء يوم القيامة يحشر مع من أحب.